انت وانت قاعد دلوقتي اكيد معاك موبايل، اكيد بتخش على اليوتيوب. خش على اليوتيوب شوف الانسان او الروبوت، كانوا يقولوا عليه زمان الانسان الالي. شوف الروبوت شكله بقى عامل ازاي، بقى بيرقص ويتنطط ويلعب كاراتيه ويعمل حاجات وبتاع. انما السيسي النهارده في التكنولوجيا راح اتفرج على انسان آلي مصري. الحقيقه عار عليك. بص بقى الصوره، اتفرج. بص الصوره بقى. ايه بقى ده؟ ايه بقى وهو فرحان بايه؟ سلم على عمه يا حبيبي، راح مسلم. ايه بقى؟ طب ما تلبسوه حاجه، مش عيب يبقى بقى عريان كده قدام الراجل؟ ايه بقى؟ معلش يا علي، ربنا يكرمك يا رب. هات لي صورة أي روبوت بقى من دبي يا معلم، من دبي، من أي حتة. ده في الواد بتاع الكاراتيه الممثل كده اللي هو أصله صيني، مطلعينه بيلعب كاراتيه مع روبوت آلي كده. إيه ده بقى؟ ده إيه؟ ده إيه؟ لا وعاملين له وش. يا ده الروبوت بقى له شكل تاني غير الوش خالص. ما شاء الله. لا وإيه؟ الحارس خايف على الريس، فداخل بكتفه بيبص على الروبوت، يا ترى الروبوت مسلح ولا لأ؟ هيحط يد فين السلاح يا ده انت؟ يعني هيحطه في وايه الكهارب اللي ورا دي؟ ايه الاسلاك دي؟ ولا وسلم ده عمله دلوقتي. والله العظيم يا جماعه انا شفتها بعيني واقسم بالله، وانا عارف ان القناه لا تجرؤ انها تعرضها. عملوا عرايس ستات بقى على كل لون يا باتيستا، ايش سمراء وش خضراء وش زرقاء وش طويله وش، والله لا، وبتتحرك وحاجات وجو. قعدت اتفرج على الفيلم الدوكيومنت ده من كام يوم. ايه يا جماعه انتوا بتوصلوا الناس لايه؟ اللي هو ايه؟ ويقول لك بقى العلماء اللي او الناس الشركه اللي عاملاها يعني انسان طبيعي جدا، مفيش حاجه خالص، مفيش فرق، مفيش فرق. ده ريبوت من دبي مثلا اهو، ملبسينه على الاقل، ملبسينه. هات بقى الكلب اللي بقى ريبوت والحاجات، ويعني افلام كتيره جدا على اليوتيوب يا جماعه. ده روبوت من ده لبسوه يعني، ده انه ما يصحش عيب الراجل يطلع في مهمه علميه كده عريان. انما ايه الاسلاك دي بقى؟ الاستاذ احمد ابو عيسى الكهربائي عمل لكم بتاعه ومشي ولا ايه؟ ما لحقش يغطيه ولا ايه؟ ما لحقش يقفل الظهر؟ معلش اصل الصنايعي ما لحقش. لا هو فرحان قوي، يخرب عقلك. والمدام فرحانه، مدام ما شاء الله كانت جايباه صغير وكبر، وفضل بقى يكبر لحد ما بقى عبيط كده. حاجه عجيبه جدا والله العظيم. دي التكنولوجيا؟ عايز انت 5 مناطق التكنولوجيا يا معلم؟ ده العالم عدى الحكايه دي، ده عدها من زمان. ده الحكايه دي عملوها في السبعينات اللي انت قدامها دي، سنه 70 وانت بتتخرج وبتكتب كتابك على انتصار كده سنه 74 كانوا عاملين الحركات دي ومبسوطين جدا. بص بقى اتفرج، شوف علي بقى لما شوف علي بقى حلاوتك يا علي. ده ريبوت يا معلم بقى، اتفرج. شوف الفرق، شوف الفرق يا عبده، شايف الفرق؟ ده الاشكال بقى اللي بيعملوها بقى، يعني كده تبقى كده، مفيش بقى الاسلاك، والاصفر بيتحط جنب الاخضر، والاحمر لو عمل لمسه مع الارض يفرقع ومفيش بقى الوش، مفيش. بيتعمل شكل بقى كلب بالطريقه دي، بيتعمل اشكال، والايدين ليها طريقه تحرك وبتاع. اتفرج، العب يا علي، العب يا حبيبي، لا تجادل ولا تناقش يا اخ علي. العب يا معلم. شوف الصينيين بص بص، اتفرج، اتفرج يا علي. شوف هيعمل ايه بقى قدام اوباما. ده بيتكلم مع اوباما واوباما بيكلمه. بص بقى، اتفرج، اتفرج يا علي، اتفرج يا علي، اتفرج، اتفرج يا علي. اهو ده، اتفرج. بص بص، اوباما الرئيس الولايات المتحده الامريكيه مبهور، الصينيين بيبهروه. العب يا معلم، العب يا حبيبي، العب يا حماده، العب بالكوره يا حبيبي، دي الكوره بتاعتك، العب يا ولد، يا ولد، يا ولد، يا ولد، بسن رجله. شايف؟ اتفرج. الله، وعلى رجل واحده. شايف الصينيين واقفين مش مذهولين ولا حاجه؟ ما الصينيين دول حاكم، دول كوكب تاني خالص، بيبهروا. قرب قرب، سلم على مفيش بقى، قال له اتفضل، راح ماشي. شيء لا، بص بقى، اقف هنا يا علي، ابوس ايدي يا علي، ارجع ورا سنه يا راجل، جاي لي في الضلمه وتوقف، اقف في الحته الواسعه. بص بقى يا علي، ايوه، اول ما يقول له خش، ايوه بعد ما يقول له خش. شايف الريبوت؟ شايف الريبوت؟ ادي الصينيين يا معلم علي، ادي اللي احنا فيه ده، احنا ورا الرمله. بص قال له اتفضل علي،
لا كمل سنه، كمل سنه علي، كمل 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 كمل. اقف هنا علي بقى. بص، شايف القاعه؟ شايف القاعه وشايف الشركه اللي ورا هوندا والحاجات دي؟ شايف القاعه عامله ازاي؟ ها؟ على فكره في واحد احتياطي واقف ورا، روبوت احتياطي واقف ورا اهو، مستني دوره، واقف ورا هناك اهو. شايف القاعه يا علي؟ اقف يا علي ما تقلقش. بص بقى يا علي، اللي اقول لك عليه بقى، شفت القاعه اللي واقف فيها السيسي؟ شفت ورا الثلاجه اللي كان واقف ورا السيسي؟ ما ورا الثلاجه ده بيبقى فيه عنكبوت غالبا. شفت ورا الثلاجه اللي كان واقف فيها ورا السيسي وعامل فيها مؤتمر علمي او معلومات؟ اتفرج الصين عاملين ازاي. شفت حماده القرد الصغير وهو بيلعب بيتنطط ما شاء الله، بيلعب مع عمه بيكلمه، ده كان بيتكلم مع اوباما في الفيديو بيتكلم. خلاص. شفت بقى الهيكل العظمي بتاع انسان نياندرتال اللي كان بيفتتحه السيسي؟ بص يا بص شوف، دي شركه هوندا يا جماعه. بص شايف بيكلموا، هيكلموا دلوقتي، والصينيين واقفين عادي جدا. بص اوباما اتكلم معاه اهو، الصينيين عادي جدا، وبيبص الراجل على الرياكشن بتاع اوباما، بيقول له ايه رايك بهرناك او يابانيين؟ ماشي يا سيدي، ما فرقتش والله على رايك. اليابانيين ده البي بي سي اللي كانت عارضاه. بص بقى، بص شوت بقى يا معلم، وايه ما تشوطهاش للراجل بتاع هوندا الياباني اللي جنبه رئيس الشركه، شوطها لاوباما. دي شركه هوندا يبقى ياباني. شايف؟ واقفين عادي جدا، ولا في بقى سلك طالع منه لا مؤاخذه، ولا يرفع البنطلون لحماده المدام اللي واقفه ترتها، ولا رضاع يا حماده يا مدام، مفيش حاجات دي. بص ده بقى، يما على الرعب. ايه ده؟ شفت فرق الحضارات؟ والمدام كانت مبسوطه انبساط. امال يا مدام لو رحت شركه هوندا وشفت الواد اللي بيلعب كوره كنت عملت ايه؟ يا مدام ده انت مبسوطه للبني ادم على اللحم. جايبين واحد جعان، جايبين حفريه تكنولوجيه. اتفرج شوف السيسي مبسوط ازاي، ما شاء الله. شوف السيسي مبسوط قوي، السيسي يا ربي. هلا دول اول ما فحروا لقوا انسان مدفون في الرمل الآلي، هو اللي طلعوه وسلم على عبد الفتاح السيسي. ودي بقى يعني عبقريه يعني. على كل حال بص اتفرج السيسي، شايف؟ عار والله، عار. ويطلع بتاع كبير الهلايله يقول لك عليا الطلاق مصر مليانه. بص ظهره، هات ظهره يا علي، لا مؤاخذه، هات ظهره عنده كسر في اللوح. ايه ده بقى؟ ايه ده؟ هي دي. ايه ده بقى؟ ايه كم الاسلاك دي يا علي؟ ولا والسلك ايه نزلوا الصنايعي يا عينه كان اتكهرب، بيقول لك اتلسع، وجابوا حاجات وجابوا كهارب. ايه ده بقى؟ ايه يا جماعه العار ده؟ ده زمان الجماعه بتوع هوندا دلوقتي الحقيقه بيقول لك في 2 جالهم اغمى و3 جالهم شلل لما شافوا اللي عامل السيسي ده. ايه ده؟ هي دي مصر. هو واحد ما يعرفش حاجه اصلا، واحد ما يعرفش اي حاجه، واحد ما شافش، واحد مش متابع، واحد اكتفى بنفسه على راي الابنودي لما قال ربنا رزقه بجهل غني عن اي علم، عن كل علم. هو كده واحد مش شايف. واحد شايف شعار شركه فوكس للقرن العشرين، ده فوكس دي اتأسست سنة 35 1935 ومش واخد باله اصلا. افتكرت ال5 شركات، وارنر بروز اللي عملت كليوباترا، ومترو جولدن ماير، وفوكس للقرن العشرين، ويونيفرسال، وكولومبيا. دول ال5 شركات اللي اسسوا هوليوود. ما يعرفش، ملوش في النص بقى. هو في التكنولوجيا دي هو فرحان بحماده العريان ده، بيوزع تكافل وكرامه بالصدفه كده، يلا ويصلح ساعات. شايف العار، شايف الفقر. الست واقفه ماسكه البطاقه، صوره بطاقه، وبتقول له ده الحاج عبد المعتمد، فلاح مصري، ابوه اتعزق وجده مع اليونانيين ومع الفرس ومع المماليك ومع جنود محمد علي ومع الملك ومع السلاطين بقى والخديوي وغيره، ومع عبد الناصر اتضحك عليه، جده اتضحك عليه من ايام عبد الناصر، والسادات وهموا ان في امن غذائي، مبارك جاء قضى على الباقي اللي فيه. انت وقفته قدامك بعد كل الحضارات دي ياخد 400 جنيه بالظبط، 335 جنيه. وقفت الراجل ده تذله
عشان هتديله معاش 335 جنيه بعد ما عبد الناصر اداله فدانين او 5 فدادين. مبارك ما ادالوش حاجه الحقيقه خالص. وبعد ما السادات فرحه بكام كلمه كده يقولهم له، حضرتك جيت تطبطب عليه وتقول له مبروك يا حاج. بص بقى، الوزير اللي واقف ورا ده فرحان قوي، ما هو مش حاسس يعني ايه ال 400، تعمل ايه ال 400؟ والراجل جايبينه على ملا وشه ملبسينه اللي عنده اللي على الحبل يا ولداه. والله العظيم يمكن الراجل ده ما نامش، جابوه من القطر من اي حته وحطوه جنب الحرس، وساعه ما نقول لك يا حاج اطلع تسلم على الريس تسلم عليه. في الاخر الست واقفه شهاده، بدل ما تديله شهاده ان ولاده يخش الشرطه او معافاه حتى من الجيش او حتى شقه او اي دروه يتدرى فيها، هتديله 400 جنيه بعد ما اثبتنا بالبحث العلمي ان هذا الرجل لا يملك من حطام الدنيا الا الجلابيه وتحت منها جلده. جلده اللي بلع حضارات. ده جلد الراجل ده يا جماعه بلع حضارات قبل كده. ده جلد الراجل ده خد الرومان على اليونان على الفرس على المماليك من كل جنس. ده انا فاكر جواب كتبه ضابط في الحملة الفرنسية لصديق ليه مؤرخ فرنسي، والجواب ده موجود. بيقول له اوعى وانت ماشي في البلاد الارياف دي بتاعت مصر تبص على الفلاحين تلاقيهم داقين عصافير زرقاء هنا وبيضحكوا لك ضحكه كده ما تعرفش اذا كانت ضحكه ولا مش ضحكه، انت تظن انهم بلهاء. قال له اوعى تظن ان الشعب ده قبله، الشعب ده بلع حضارات قبلنا وهيبلعنا زي ما بلع الحضارات دي. وقد كان اتبلعوا الفرنسيين في 3 سنين، اتبخروا وبلعهم الشعب ده اللي موقفه عبد الفتاح السيسي عشان يديله 300 جنيه. ومفروض الراجل ينبسط. بذمتك انت شايف الراجل مبسوط؟ يلا نكمل.